هكلمكم عن عشبة الطاقة والحيوية الأشواجندا. لكن ليه سموها كده وإيه تأثيرها الحقيقي بالظبط؟ تعالوا نشوف سوا. أنا دكتورة ساندي العسال وده ABC تغذية. هذا الفيديو برعاية إليت للترجمة، وكالة ترجمة معتمدة بالمملكة. عشبة الأشواجندا أو الكرز الشتوي واللي بيسموها عشبة الحصان لأن ريحة جذورها زي ريحة الحصان، واعتقادا منهم إن تأثيرها بيدي قوة وحيوية زي الحصان. لكن استخدام العشبة دي الأساسي مختلف تماما. الأشواجندا بتستخدم كمهدئ للتوتر والأرق وتأثيرها قوي جدا، ودراسات أثبتت إن تأثيرها بيعادل تأثير دواء اللورازيبام المهدئ، وده لأنه بيقلل مستوى الكورتيزول وبيحافظ على مستوى سكر الدم لأنه بيحسن حساسية الأنسولين. وبعد كده اكتشفوا إن له تأثير بيزود هرمون التستوستيرون، ومن هنا جاء تأثير القوة والحيوية والنشاط وزيادة الكتلة العضلية. وكمان بينشط الغدة الدرقية وله تأثير مسكن ومضاد للالتهاب، ولأنه بيحتوي على مضادات أكسدة فبيحمي من أنواع من السرطانات وبيحسن الذاكرة وبيساعد في الحماية من مرض الزهايمر والباركنسونز. لكن مشكلته إنه لو عايز تاخد كل الفوائد دي لازم هتاخد معاها تأثيره على الجهاز العصبي كمهدئ مضاد للاكتئاب، ده غير إحساسك الدائم بالنعاس لأنه بيعالج الأرق. ولازم تتابع ضغط الدم وسكر الدم لأنه بيقللهم، وتتابع كمان نشاط الغدة الدرقية عشان لو زادت. وكمان ممنوع للحوامل والمرضعات. ومن رأيي المتواضع إنه لو عندك فترة قصيرة حاسس فيها بضغط توتر أو أرق مش بتنام كويس، يبقى ممكن تستخدم الأشواجندا للفترة دي وتاخد بالك برضو من باقي الأعراض الجانبية. لو عجبك الفيديو بليز لايك وشير، ولو عندكم أي أسئلة اكتبوا لي في التعليقات.